السلام عليكم شباب، جينيكم فيديو جديد واليوم معنا ماتش الترجي والأهلي. يا جماعة الترجي ربح في الليل 1-0، النجم يكملها ويتأهل، ولا نجم الأهلي هو اللي يرجع في السكور ويرجع في النتيجة ويقصي الترجي من دوري الأبطال إفريقيا. ده الكل باش تشوفوه في الفيديو اليوم. خليكم على الفيديو، متنساوش لايك سبسكرايب كومنتير كان عجبكم الفيديو. كلايك شباب، نزلوا على كلايك يا رجلة، تفاعلوا معنا وكل شيء، وخليكم على الفيديو. البداية باش تكون في ماتش الذهاب. الحاجة اللي صنعت الحدث في المباراة جمهور الترجي. جمهور الترجي أبدع كالعادة، ما فماش حاجة جديدة معناها، أبدع رائع جدا. هدف حديث العالم، حسيله في حديث العالم في العالم الكل جمهور الترجي في مباراة الأهلي. من التيفو اللي عملوا في المباراة، التشجيع ل90 دقيقة، ونجم انه يوصل جمعيته وتهز تهز الطرح مهارتها. من الكراكاجات اللي صاروا في البارك في التحذيرات، من توديع الحافلة في طريق المطار الترجي ماشي الوصر، كل شيء كل شيء. باهي. مباراة الذهاب انتهت بنتيجة 1-0 للترجي. مباراة كانت صعيبة برشا، صعيبة. الأهلي في الشوط الأول قدم أداء قوي برشا، حاول على المرمى أنا برشا كور صارت سورتو ليردو بتاع تريزيجيه. محاولة تأتي بالشرقي ممتازة، هاني بالشرقي أشرف يحاول تريزيجيه، ما زال يتوغل يسقط، لا وجود لخطأ، ركلة مرمى للترجي يشير حكم اللقاء. كيفاش تحطت بون كيفاش مع بداية الشوط الثاني كنا الجميع متوقعين معناها تشوف المباراة تعادل إلا هدف وحيد، يعني باينة المباراة ماشي هكاكا. احنا نتفرجوا هكايا وفجأة نشوفوا في الاربيتر ماشي للفار، ما فهمنا حتى شيء. اش فما مع وصلين للفار نلقاو خويا بينالتي للترجي. فرحة بالرسمي ما تتوصفش، الناس كل نقزت، الناس كل توغاي على التنفيذ امام الشوبير، توغاي افسحوا الطريق. عيطت الصوت بحال صوت الناس كل هربت من الفرحة بتاع الفاز اللي صارت. الحكم يعلن على ركلة جزاء للترجي. توقع في دقيقة 72 يحط كرة في المرمى، وهدف الأول للترجي وهدفه الوحيد في المباراة. المباراة العودة تتلعب في القاهرة غدوة بتوقيت 8 بتاع الليل بتوقيت تونس. شنيا ينجم يصير في المباراة، شنيا السيناريوهات المتوقعة باش تصير في المباراة هذيا. عندنا الترجي ماشي لمصر باش يلعب أول حاجة على التعادل، خاطر كومير ماكش تلعب كونتر ايكيبا عادية، ترك تلعب كونتر الأهلي المصري وفي مصر باش تمشي وانتي رابح عندك لا في رادس رابحو أنا 0، تمشي راكش تلعب على النول. أكثر حاجة زادة النول هو اللي نجم يضمن لك أكثر نسبة انك تترشح للنص النهائي، والا نجم نشوفو زادا هدف قاتل في الوقت للترجي يقتل به المباراة الكل، ينهي حظوظ الاهلي في التأهل كل شيء. اما زادا ما ننساوش اللي الاهلي ماهوش باش يلعب عادي. الاهلي انسى اللي حط في مخك، الاهلي ماهوش باش يعمل ردة فعل على الماتش. ماما كلوا عارفين اللي الترجي باش يدخل البلوك التالي ان شاء الله. هي دي حاجه دي ما نشوفوهاش برشا في الماتش، ما نشوفوهاش الماتش كامل كان لازم. الترجي باش يلعب البلوك التالي، والاهلي باش تلقاها كل شوي هي اللي شادة الطرح وهي متحكمه في كل شيء في الطرح. وتشوف كان في جولات الترجي الكل التالي تلقى نانو يحوس قدام وحده. دي حاجه ان شاء الله ما نشوفوهاش طرح كامل، صحيح لازم نشوفوها من الاول، تعطيك 4 ساعة الأولى تحافظ على النتيجة بتاعك كل شيء، ما شاء الله ما نشوفوهاش طرح كامل. باهي. ترجي كان باش يلعب على المرتدات، لازمك تدخل بوعالية وتدخل جاك ديرا
وسياساس تحطوا صانع ألعاب في بلاصة بوستو اللي كان يلعب يدخلوا فيه كاردوزو قبل، ولعبوا زاد ريجي كام قبل في صانع ألعاب. بالرسم كي نجم نقول لك ميطون ثاني مش ميطون الأول. ميطون الأول لازمك تدخل بزوز بيفوات، كيما قلت الأهلي ماهيش باش تلعب برايدة، ماهيش بتسيرنا، لازمك تدخل بزوز ميطون بزوز بيفوات. مع الشوط الثاني خويا تدخل ياساس، والا تبدا بساس بعد الشوط الثاني تدخل بوعلي طيح ياساس صار العاب، فهمت؟ خاطرك لازمك تنزل، لازمك توصل، لازمك تماركي انك باش ترتاح وترتاح جمهورك. قداش من واحد يستنى في الطرح ويتفرج فيك، لازمك ترتاحهم، فهمت؟ هذيك علاش لازمك تماركي، لازمك تتصرف حتصير الطرح هدايا ما لازموش يخرج من عنا من الاخر. بيه اكثر جزء يعجبكم لهنا سامحوني، أعطونا توقعاتكم لمباراة الإياب الأهلي والترجي. مباراة الذهاب وفات بواحد صفر للترجي، توا مرة أخرى وطرح آخر وبلاصة أخرى وبلاد أخرى باش نكونوا فيها. الحاجة النقطة المضيئة للترجي في المباراة هذيا اللي الأهلي تلعب بدون جمهور. هذه النقطة اللي بالرسمي تعطيك شانس كبيرة إنك باش تترشح باش تسترحك، فهمت؟ نتوقع الطرح الثاني يا يكون يا صفر صفر خاطر الطرح كاسح برشا، يا واحد بلاش للترجي. من الآخر هذا اللي نجم نقوله أنا في التوقع بتاع النتيجة. ولهنا يا شباب نوصلوا لآخر الحلقة بتاعنا، حلقة بسيطة خفيفة شيوري لأصحابكم المكشخين اللي يحبوا يتفرجوا في التحليل تاع الجمعية كل شيء. كتبوا لي في الكومنتات شكون باش يتأهل الأهلي ولا الترجي في الآخر، قداش باش توصل نتيجة المباراة. وصلونا 30 لايك بيشجعونا أكثر، ما بقالنا شيء على 1000 أبوني قريب من 800 200 نزلوا. ماهمش صعاب شو ماهمش صعاب، دزوا بعضنا الناس كل شيروا أصحابكم كان أبوني كل ماكش عامل ابوني ادخل اعمل ابوني عليه. علاش عاوش ابوني حسيبوا خليكم الناس كل غدوة، الناس كل باش تستنى تروح غدوة ترحب بالترجي والاهلي ان شاء الله مربوحة. وكا ان شاء الله في الناس كل عندكم مبروك